السلام عليكم. الامتحانات قربت وحاسس انك ضايع وما لمتش المنهج ومش عارف تبدا من فين مذاكره ولا تبدا بايه اصلا. فالفيديو ده ليك. ليه بقى؟ لان انا هقولك على 4 حاجات لو عملتهم هتلم المنهج بسهوله جدا، هتجيب درجات حلوه وهتذاكر بفعاليه اكتر. يعني الحاجه اللي كنت تاخد فيها 4 ساعات هتاخد فيها ساعتين بس او ممكن كمان ساعه، وده هينفعك جدا الفتره الجايه لان انت محتاج تنجز الحاجات وفي نفس الوقت تذاكرها كويس. ما طولش عليكم في البدايه لان انا عارفه ان انتم مستعجلين وعايزين تروحوا تذاكروا، وانا كمان ورايا مذاكره والله. اول حاجه واهم حاجه هي تنظيم الوقت. ممكن اكون كتير كلمتكم عن الموضوع ده، ولكن لان فعلا الموضوع مهم، ده لان انت محتاج الفتره الجايه تنظم اليوم او الاسبوع على مزاجك، على الطريقه اللي هتنفعك وتخليك تجيب درجه حلوه. دي طريقه تنظم بيها وقتك وهي الجداول. هتعمل ايه؟ هتعمل جدول اسبوعي عشان تعرف اللي وراك واللي قدامك، تكتبوا فيه كل حاجة متراكمة عليكم أو دروس جديدة. لو عايزين الجدول بالتفصيل أكتر ادخلوا على الفيديو ده وإن شاء الله هتفهموا قصدي إيه عن الجدول ده. خصيصا للفيديو اللي انتوا هتتفرجوا عليه عبارة عن ان انتوا هتجيبوا ورقة وتكتبوا فيها كل الحاجات اللي متراكمة عليكم وكل الحاجات اللي محتاجين تذاكروها اللي هي في المستقبل ان شاء الله، اللي هي الدروس اللي هتاخدوها مع المدرسين. بعدين تكتبوهم على ال7 ايام بتوع الاسبوع، ولكن خلي بالكم ان انتوا هتكتبوا الجزئية او الدرس اللي انتوا عايزين تذاكروه مش المادة بس. تاني حاجة معانا واهمهم يا جماعة بجد هي حل الامتحانات. دي اكتر حاجة ممكن تخليك تقفل، وحياة ربنا ممكن تخليك تقفل ان شاء الله لو عملتها. ان الحل بكل بساطة بيعرفك الامتحان بيجي ازاي، الاسئلة بتيجي ازاي، بيفتح دماغك. ناخد كمثال على اهمية الامتحانات السابقة او حل الامتحانات. تخيل كده ان انت عمال تذاكر في الدرس حوالي 3 ساعات، في حين ان انت ممكن تدخل على الاسئلة وتعرف اهم الجزئيات اللي في كل درس. يعني مثلا لو درس عربي في جزئية من كتر حل الامتحانات هتعرف ان في جزئية دايما بيجي عليها سؤال، مثلا صفات الشاعر، حاجة زي كده يعني مش فاكرة دلوقتي، بس هتعرفوا الجزئية اللي دايما بتتكرر في الامتحان وتروحوا عند الدرس ده وتذاكروا الجزئية دي كويس جدا، عشان لو جاب لكم سؤال صعب مثلا في لف ودوران بس انتوا هتكونوا عارفين تحلوه، لان انتوا كنتوا عارفين الاول ان الجزئية دي بيجي فيها اسئلة كتير فذاكرتوها كويس قوي. فتخيل كده الموضوع هيسهل عليك الدنيا ازاي وهيخليك تحل كتير وفي نفس الوقت تعرف اهم الجزئيات اللي في الدرس. عشان كده بقولك ان بجد والله الحل يا جماعه بيفرق قوي قوي قوي. بما ان انا قلت لكم عن حل الامتحانات، فتالت حاجه مرتبطه شويه بحل الامتحانات، لان التلخيص هيساعدكم انتوا بتحلوا امتحانات ترجعوا للاجابه بسهوله. راح اوريكم ثواني. فان المايك مش هيشتغل كويس، ده كله دراسات لان انا مش باخد درس دراسات فبينفعني قوي في ماده الدراسات اهو. صفحة جديدة، اخدين بالكم بالله عليكم يعني. رابع حاجة واللي هي البومودورو تكنيك، ودي البعض بيرتاح معاها والبعض لا، ولكن انا بنصحكم وبشدة تجربوها ولو حتى مرة واحدة بس. اساس تجربتكم حددوا هل هتكملوا معاها ولا لا. والبومودورو تكنيك دي عبارة عن 25 دقيقة مذاكرة و5 دقايق راحة، على كده لمدة 4 دورات يعني 100 ساعة، 100 دقيقة سوري. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت حلو كده وقولوا لي عايزين ايه، بس بالله عليكم تقولوا اعملي فيديو عن لم المتراكم لان انا عامله لكم 200 فيديو عن الموضوع ده، فاكتبوا لي عايزين ايه بس حاجه مختلفه يا ريت. وبس كده. لو لسه ما عملتوش سبسكرايب انتوا مستنيين ايه؟ عزومه؟ مفيش عزومات. رمضان خلص. اوكي يلا باي.